يعقوب كوهين: صنصال أداة في يد الموساد والمخزن لضرب الجزائر. اتهم الكاتب والباحث الفرنسي ذو الأصول اليهودية المغربية يعقوب كوهين الروائي بوعلام صنصال بخدمة أجندات اللوبي الصهيوني والمخزني في فرنسا لضرب استقرار الجزائر. وأكد الباحث الفرنسي يعقوب كوهين أن تصريحات صنصال الأخيرة ليست مجرد رأي شخصي، بل كلام مدفوع وموجه لضرب الجزائر وتشويه صورتها. وأوضح كوهين ذو الأصول اليهودية المغربية في حديثه عن مسار صنصال أن الأخير اعترف بنفسه أنه حاول في تسعينيات القرن الماضي التوسط لعقد لقاء بين وزير الصناعة الجزائري ومسؤول إسرائيلي، وذلك لما كان يشغل منصبا في وزارة الصناعة، مضيفا أن هناك فيديو يعود لسنة 2008 يوثق حديثه عن هذه المحاولة، ما يكشف طبيعة توجهاته وتاريخه في محاولة التقرب من الكيان الصهيوني. وأشار كوهين إلى أن صنصال مدلل اللوبي الصهيوني في فرنسا، معتبرا أن تلميع صورته والترويج لأفكاره ليس بريئا، بل يدخل ضمن خطة سياسية وإعلامية تستهدف الجزائر. وقال: ما قاله عن أن الغرب الجزائري ملك للمغرب لم يكن رأيا عاديا لمواطن، بل كلاما مدفوعا كلف به من طرف المخزن وحلفائه. ولفت كوهين إلى أن فرنسا استعانت سابقا بأقلام وأسماء ثقافية وإعلامية لتبرير اعتداءاتها، مذكرا بدور الكاتب الفرنسي برنار هنري ليفي في الترويج للتدخل العسكري بليبيا، مؤكدا أن صنصال يؤدي اليوم نفس الدور بصفته ناطقا باسم اللوبي الصهيوني المخزني لتبرير أي اعتداء محتمل على الجزائر مستقبلا تحت غطاء تصحيح الحدود. كما اعتبر أن استعمال صنصال من طرف هذه الدوائر يدخل في إطار خطة أوسع لتحريك الرأي العام الفرنسي والأوروبي ضد الجزائر، مشيرا إلى أن هذه الحملات تتقاطع مع مواقف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي بحسبه يعمل ضد المصالح الاستراتيجية لبلاده في المنطقة إرضاء للوبي الصهيوني والمخزني، وهو ما يفسر اعترافه بمغربية الصحراء الغربية على حساب المصالح الفرنسية الحقيقية. وفي المقابل قارن كوهين بين النهج الفرنسي والموقف الإيطالي، مشيدا بخيارات حكومة جورجيا ميلوني التي تضع مصالح إيطاليا فوق كل اعتبار وتسعى إلى تعزيز شراكتها مع الجزائر، خلافا لماكرون الذي يضحي بمصالح فرنسا خدمة للمخزن وإسرائيل. وختم كوهين بالتحذير من خطورة استغلال بعض الأسماء الفكرية والأدبية في فرنسا كأدوات سياسية لتصفية حسابات جيوسياسية، مؤكدا أن الجزائر تمثل شريكا استراتيجيا أساسيا في المتوسط وإفريقيا، وأن أي محاولة لزعزعة مكانتها أو ضرب استقرارها تصب في خدمة إسرائيل والمغرب فقط.